مساء الخير على كل اللي شايفيني وسامعني دلوقتي من خلال قناتي على اليوتيوب باسم حاتم النجار، وكمان صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعنوان الحدوتة. هتكلم النهاردة عن لعبة شارلي واللي حصل فيها، الكارثة اللي حصلت يوم الخميس في مدرسة المستقبل في إمبابة. المدرسة دي مدرسة إعدادي بنات. اللي حصل ان في 3 بنات في اولى اعدادي كان عندهم حصة تربية فنية، قاعدين بيلعبوا لعبة اسمها شارلي. اللعبة دي ملخصها انها لعبة سحرية، بتجيب ورقة وتكتب عليها او تقسمها ل4 اجزاء. يس قصادها الناحية التانية بالورب يس، ونو قصادها الناحية التانية بالورب نو، وتجيب قلمين رصاص وتحطهم على شكل زائد، وتستدعي روح شريرة اسمها شارلي. انا مش هتكلم على كيفية يعني استدعاء الروح، لان موجودة على اليوتيوب، اي حد ممكن يعرف ازاي يلعبها، ولكن انا بحذر من لعبها، لان اللي حصل في اليوم ده يوم الخميس اللي فات كان كارثة بكل معاني كلمة كارثة. ال3 بنات لعبوا اللعبة دي، منهم بنت مش هقول اسمها بس هي موجودة على اليوتيوب، يعني طلعت اتكلمت لموقع بصراحة نيوز وقالت تفاصيل اللي حصل. استدعوا الروح الشريرة شارلي، فابتدى القلم يتحرك نحو كلمة يس، وبعد كده القلم ابتدى يقف بشكل عمودي على الترابيزة. البنت خافت، البنت التالتة اللي بتروي الحكاية دي خافت وجريت. البنتين التانيين اخدوا الورقة واخدوا القلمة دي واخدوا يعني محتويات اللعبة وطلعوا على الحمام عشان يلعبوا اللعبة دي. ابتدوا يلعبوها، دخلت مدرسة بالصدفة شافتهم هما بيلعبوا اللعبة دي، مشيتهم من الحمام وما تلعبوش اللعبة دي وخطر عليكم ومع السلامة. سابوا المدرسة تخرج من الحمام ورجعوا دخلوا الحمام تاني عشان يلعبوا اللعبة دي. ابتدت بقى الأنوار تطفي وتولع، البيبان ترزع، ابتدت روح شريرة تيجي بقى شارلي عشان يتفجر أكبر مفاجأة، الكارثة اللي هتكلم عليها. طبعا في بنت منهم خرجت من الحمام حسب وصف البنات في المدرسة، والكلام ده اتذاع على اليوتيوب واتذاع على قناة النهار. البنت خارجة من الحمام لعبت اللعبة دي، عينيها بتنزل حاجات سودة، مش دموع، حاجة زي الدموع بس حاجات سودة أقرب لدم فات عليه مدة يعني. ورجليها الشمال معوجة وشعرها منكوش وبتصوت وبتصرخ. ده حصل يوم الخميس في مدرسة للبنات. البنات ابتدت تصوت، مدير المدرسة ابتدى يفتح الباب بتاع المدرسة عشان يخرج البنات. اتصل بالشرطة، الشرطة جت عمل كردون أمني قدام المدرسة. البنت بقى المنهارة دي وسببت في انهيار كتير من البنات في المدرسة، ابتدت الإسعاف تيجي. كارثة بكل معاني كلمة كارثة من معنى. أنا عايز أوضحه حاجة يا جماعة الخير، أنا بكلم البيت، الأسرة، الأب أو الأم أو الأب والأم أو المسؤول أو ولي الأمر، وكلامي برضو لإدارة المدارس. بالراحة على الجيل ده قدامه كل محتويات الثقافة الإيجابية والثقافة السلبية. لازم نوعيه بالراحة، لازم نحتضن الجيل ده ونفهمه. دي مهمتنا. ما ايه مهمتنا؟ انما نخلف ونسيب الحياة تتعلم؟ استحالة. احنا عايزين نربي الجيل ده بالراحة، نفهمه، نوعيه. مش اي حاجة تشوفها على النت او على جوجل او على الالعاب الالكترونية
ينفذها. زي من 4-5 أيام شاب عفوا شاب عمره 13 سنة، بداية الشباب. الشاب ده بطل الجمهورية في الجودو في إحدى المدارس الدولية. هو وأصحابه بيهرجوا، بينفذوا لعبة اسمها تحدي الموت. صحابه يجمعوا حواليه ويشيلوه مرة واتنين، يحدفوه في الهواء مرة واتنين وتلاتة، وفجأة يسيبوه يقع على الأرض، هو بقى وقوة التحمل بتاعته. الشاب ده للأسف وقع، جاله كسر في النخاع الشوكي للظهر، العمود الفقري، جاله شلل رباعي، عاهة مستديمة. الشاب فقد مستقبله الرياضي ومستقبله العلمي على المحك. حزن أبوه وأمه عليه وأهله. نمرة 4، الشباب اللي معاه بيواجهوا مسؤولية جنائية عشان أحداث عاهة مستديمة بأصحابهم. لازم بشكل أو بآخر وبالراحة، مش بالخناق ولا بالزعيق ولا بالضرب، نفهم الجيل بتاعنا ده، الجيل اللي عمره من 10 سنين 9 سنين لحد هو عمره 18-20 سنة. مش أي حاجة تشوفها تنفذها. الناس دي عايزة خراب الجيل، خراب البلد. يعني ايه انفذ لعبة سحرية واسأل اللعبة السحرية زي ويجا كده؟ اللي شاف فيلم ويجا هيفهم كلامي. ازاي ننفذ الكلام ده؟ وليه؟ في حاجة اسمها قدر الالهي. ربنا عايز او مش عايز. ربنا لو عايزنا نشوف الغيب كان ورانا الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور جدا: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. لازم على فكرة اللعبة اسمها